قال الإمام الصادق: لوجدت العلم الذي أودعنا الله إياه. علم الإمامة ما كان وما يكون قبل أن يكون، علم إحاطة بالإمامة اللي تكلمنا عنه، العرش وما شابه. قل لوجدت العلم الذي أودعنا الله إياه. خلي بالك يمي، نشرت العلم والتوحيد والشرائع والدين والإسلام والنبوة والإمامة من مفردة في القرآن الكريم، ألا هي الصمد في قل هو الله أحد. أعيد لك إياها لو واضحة. يقول أنا كل هاي العلوم، إمامة ونبوة، علم أحاطة، هاي علم الإمام اللي الله أودعه في الإمام. يقول فقط أنا مفردة الصمد. الإمام الصادق بعد هو، احنا نقول جعفرية على مذهبه، مو كلمة الصمد في قل هو الله أحد، هاي كل العلوم يطلعها. إذن باقي مفردات القرآن والسورة شو يطلع منها؟ إذا هاي كلها من كلمة الصمد. إذن يراد وقف على من؟ على الصمد اللي احنا متشلبين سفير الحسين وين؟ متشلبين سفير الحسين أعلى 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 إلى أن ينقطع النفس. مسلم عنده مقام أعلى من مقام السفارة، راح يعطيه الحسين علما إلى هذا الصمد. رواية أخرى يدخلون على الإمام زين العابدين، قالوا له يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ قال علم الله أن هنالك أناس في آخر الزمان، أهل علم، أهل تحقيق، أهل معرفة، يريدون أن يعرفون حقيقة الله، فأنزل الله لهم قل هو الله أحد. أنا يمكن ما هذا البحث ما قاري لك يا مو، وأنا مو سلطة نوبات عليه الأوراق، اكو بحوث قاريه بغير مكان عم بالي عندكم، فاقول استحس انا هم عندي نفس البحث. فانت اذا عايد البحث اشر لك انت هذا عايد النبوه، على مود انا بفن الخطابه اقلب لك راسي. روايه اخرى يدخلون جماعه على النبي، قالوا له يهود ذولا، قالوا له يا رسول الله خوف من يم يا رسول الله، قالوا له يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى، قالوا له يا محمد عرف لنا ربك. يقول فمكث النبي ثلاثا لا يجيب. خوف الله النبي ما يعرف شلون يعرف الله، ولكن اكو اذن. فمكث النبي ثلاثا لا يجيب الى ان نزل جبرائيل فقال يا رسول الله ان السلام يقرؤك السلام ويقول لك اقرأ قل هو الله احد بما انزلت فانها نسبي ونعتي. هذه ثلاث روايات، او على نسبتي، على روايه على نسبتي ونعتي، يعني يمكن على معلوماتنا نقدر احنا نسمينا هاي السوره الله سماها او اهل البيت اولوها علما الى انها سوره الهويه. يعني نقدر على بساطه انا عبد الفقير على بساطه اقول لك هاي سوره الهويه، لان الله راد يعرف نفسه. اليوم يقول لك طلع هويتك، شو تطلع؟ طلع الهويه مالتك، مو عرف نفسك طلع هويتك، انا داوم فلان داره وانا ابوي هذا البطاقه الوطنيه مالتي. فاي الله راد ان يعرف نفسه على لسان نبيه الكريم الى اليهود والك بمن؟ بقل هو الله احد. اذن اسمي قل هو الله احد سوره الهويه. نكمل الروايه في المناقب للخوارزمي، هنا راح اتوقف بعدك كلام، بس انا اريد اخذ المفيد من هذا البحث، لان اذا ابدا شرح تسلسلا البحث يطيل بي المقام، اريد اوصل لك وين، اريد اخذ اربطه بمسلم، فاذا كنا راح اخذ لك اياها لين مسلم. النبي في المناقب للخوارزم عن ابن عباس يحكي على قل هو الله احد. النبي قال من قرأ قل هو الله احد مرة كأنه قرأ ثلث القرآن، من قرأها مرتين كأنه قرأ ثلثي القرآن، من قرأها ثلاث كأنه ختم القرآن كله. خوب يلتفت وين؟ يلتفت مولاك نبيك الكريم، يلتفت إلى علي بن أبي طالب، قال له يا علي مثلك كمثل قل هو الله أحد. صاف علي لو ما وصلتك المعلومة. علي بن أبي طالب مثلك كمثل قل هو الله أحد. هسه خوب علي بن أبي طالب هو القرآن الناطق كله، الكتاب كله في علي بن أبي، حتى القرآن انطوى فيه علي بن أبي طالب. مو ذلك القرآن لا ريب، عفوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبعلي شو يقولون؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين. الكتاب أعمق من القرآن، الكتاب أعمق من القرآن، الكتاب يحتوي على القرآن. يا علي مثلك كمثل قل هو الله أحد. شلون رسول الله؟ شلون؟ قال من أحبك بقلبه فله ثلث إيمان العباد. من قرأها مرة كأنه قرأ ثلث القرآن. خليك وياي. يا علي من أحبك بقلبه ولسانه فله ثلثاء إيمان العباد. من قرأها مرة كأنه قرأ مرتين. يا علي من أحبك بقلبه ولسانه ويده فله إيمان العباد أجمع. من قرأها ثلاث كأنه ختم القرآن. وصلت المعلومة هاي المقدمة. راح نطبق هاي القاعدة علما على مسلم بن علي. يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث المتواتر مضمونا، أمير المؤمنين جالس بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمر عقيل. اليوم التلميذ يسأل أستاذ على مود ياخذ منه معلومة، طالب ما يسأل أستاذه ما يتعلم. طلابنا اللي قاعدين تبقى تباوع على السبورة ويشرح المعلم وفرصة وتطلع ما تتعلم. لا، اسأل. ما طول عندك معلم واقف اسأل، ما بدالك. إذا ما تسأل الأستاذ ما تتعلم. علي بن أبي طالب يقول أنا عبد من عبيد محمد، بحضرة محمد أنا ما له وجود، ما يتكلم عليه. بحضرة محمد علي ما يتكلم، لأن واصل مرحلة الفناء. قاعد بصف علي، قاعد بصف النبي، ويفوت عقيل يسأل علي. قال له يا رسول الله أتحب عقيلا؟ ما معقول اليوم تبني يفوت واحد ابن عمك وهذا وابن عمك، هم كلهم واحد أولاد العم، يعني قل له تحب عقيل؟ شو لك بهالقضية علي؟ شو ذي من وراء النبي؟ أنا عذرا نسولف فيك، بس هذا شوي حرك مشاعرك، أشوفك اليوم صافن ما أدري. علي ايش عندك؟ سألت مولاي أبو الحسن رسول الله عن عقيل، ايش عندك؟ شو توصلنا؟ وين تودينا؟ كله كربلاء، سؤاله كله كربلاء. علي بن أبي طالب كل سؤالاته على كربلاء، إله وإلك. خب علي ما يدري محمد يحب عقيل لو ما يدري، بس إله وإلك. قال له علي كيف لا أحب عقيلا؟ إني والله محمد ماكو داعي يقسم، والله إني لأحب عقيلا حبين، حب في حب أبي طالب له، وحب لأن ولده يقتل مع الحسين أو سفير الحسين أو في سبيل الحسين، وتبكي عليه الملائكة المقربين، وتبكي عليه عيون المؤمنين، إلى أن بكى النبي صلى الله عليه وآله وابيلت لحيته. شنو المغزى من هذا الأمر؟ بديت لك بقول هو الله أحد، والنبي ختمها بالحب لعلي بن أبي طالب بثلاث مراحل ومقامات، وربطت لك حديث النبي بالحب. شنو الحب؟ شنو الحب؟ علي يحكي بالحب. الإمام الصادق يقول من أحب حسينا من إذا أردت أن تعرف الله فحب الحسين هو معرفة الله. شنو هذا الحب اللي يحكون عليه؟ حب إلي وإلك، هذا الحب المتبادل لو شنو؟ خلنا نقسم لك أنواع الحب ونروح المسلم ابن عقيل. البعض رأى تاريخ مسلم، أنا العام جبت لك تفصيليا زوجته وهذا وأولاده فعذرا، بس ما أريد أضيع هذا البحث لأن نستغل الفرصة إن الباقي لنا 4-5 أيام، فبنعيد مال العام صعبة. اللي يريد يعيده يمكن موجود منقول على اليوتيوب أعتقد، يعني يمكن موجود الناشرين جزاهم الله الف خير. بس خلينا بهذا الحب. شنو الحب؟ هسه نوب الحب أنا وياك، هذا الحب العادي. تحب العادي نوبات، تحبه مثلا لشخصه لجماله، ولو الله ما يخلق شيء مو شيء جميل. ترى الله ما يخلق شيء مو جميل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله خلى كل عين تشوف شيء اللي تحبه، الله ما خلق شيء مو حلو، كل شيء خلق العين اللي تحبه. نوبات أنت تشوف أجلكم الله مثل كلب مو حلو بشع،
بس غيرك بعينه يشوفه لا هذا جميل. شوف نبات تشوف واحد متزوج وحده سمراء ها وهو ابيض، ونبات بالعكس يقول لك احب انا ما اشوف هاي الشجره مو مثل هاي احبها. نبات تحبه لشكله، ونبات تحبه المهم لطبعه. طبع كل انسان عنده اطباع حلوه، كل انسان عنده ملقى حلو تحبه طبعا. هسه هذا الحب اللي انا وياك نعيشه المادي يسمونه الحب المادي، هذا عبرت عنه الحب المادي اللي هذا انا وياك. لا نوبات الحب يصير اعلى، يصير اعجاب، تنعجب بخطاب، بفن، بكلمه، تنعجب بهذا الشخص، باخلاقه. انا ما احكي لك عن الحب مال الكليات، خليها ببالك، انا احكي عن حب الله واهل البيت. تقول شيخنا اليوم وديتنا للحب، لا مو الحب هذا اللي قلنا انا احب 30 وحده. زين 30 وحده باليوم، احنا هو اليوم 24 ساعه. زين ايش وقت تاكل، ايش وقت تنام، ايش وقت تسولف وياهن، ايش وقت تطلع وياهن؟ 30 وحده فد رقم ترى. ايش وقت تسولف يعني؟ مو انا هذا الحب اللي اقصده، مو هذا الحب. حب الحسين، حب آل البيت، حب الله. القلب حرم الله فلا تجعل فيه سوى الله. ايش وصل الحسين ومسلم بن عقيل هاي المرحله؟ لان قلبه ايش خلى؟ بيخلى بس الله. اللي بقلبه الله بعد يخلي واحد بمكانه، ما يسع المكان. هسه انا هذا الكرسي تجيب 4 5 يقعدون ويا بالكرسي ما يتحمل، ما يسع المكان، صح لو لا؟ فالقلب حرم الله فلا تجعل فيه سوى الله. ارجوك تعلمها هاي. هذا القلب خليه بيحب الله يوصلك. اللي يحب الله يوصل، اللي يريد الله يوصل له، واللي ما يريد الله يدير وجهه اللي غاية. حب اعجاب، هذا حب الاعجاب شو يصير بعد؟ يصير انجذاب. شوف مراحل الحب. حبيتك، انعجبت، لا انجذبت اليك، اهوى اليك. القلوب وافئدة الناس تهوى، تهوى بعد. وين ما تروح تسولف بالحسين، وين ما تقعد تسولف بالحسين، على مدار السنة تحكي بالحسين، ما تفارق لسانك، ما يفارق الحسين. تسمع الحسين تدمع عينك. واحد من يقعد يحكي الحسين الله قلبك رأسا ينكسر. شوف انت بعد تعلقت، صار تعلق، هذا يسمونه التعلق، حب التعلق. بعد صرت تتعلق بالحسين لأنه بيتطور هذا الحب. شو يصير؟ يصير عشق. حب شو يصير؟ يصير عشق، يظل تعشق. مو هذا العشق اللي اليوم. عشق الحسين هذا اللي يخلي الإنسان ينجن بحب الحسين. حب الحسين أجلني. هذا قيس بن الملوح، سامعينه؟ سامعينه؟ العام أنا هم طرقت لك إياها يمكن أعتقد وأنت سامعها على اليوتيوب. قيس بن الملوح سموه مجنون ليلى. مجنون ليلى. يوم من الأيام شاف كلب ليلى أجلكم الله فهرول خلفه. بعد ما يشوف بس كلب ليلى هرول وراه، لقى ناس قاعد تصلي، يقول ضرب الصف مال الصلاة وطلع من هناك الليلة. ما لقى ليلى، رجع يخط بنابله وينشد ليلى بهذه الأبيات. ما تليق نقولها على المنبر. حب. دول المصلين جوا عاتبوا قيس، قالوا له قيس انت ليش ما اجي صليت ويانا؟ قال لهم ما انتم وش وقت صليتوا؟ قال لهم احنا قاعد نصلي وانت طريتنا وطلعت اللي غاد، ضربتنا قول بعرض. قال لهم والله انا ما شفتكم. قال عجيب. قال انا شفت كلب ليلى وركضت وراه. انتم كنتوا شو تسوون؟ قال له لا قيس احنا كنا نصلي لله. قال لهم عجيب، انتم كنتوا واقفين وتصلون لله؟ قالوا له. قال له انتم صلاتكم باطله. ها ليش قيس؟ صلاتكم باطله، كانتم اذا ويا الله ما متصلين بالله، ما عندكم علاقه ويا الله، ما عندكم انجذاب ويا الله، ما عندكم عشق ويا الله. تشوفونا انا وين اروح وعارفين الله ما تبعون عليه، وكان صلاتكم باطله. اللي يلتقي بالله بعد ما يشوف بس الله، ما يشوف بس رب العالمين. هذا الحب راح وين يروح بودك اذا صرت هيك؟ توصل مرحله السلام عليكم يا اصفياء الله واودائه. هاي بها مشمول مسلم لو لا؟ مشمول لو ما مشمول؟ مشمول.
السلام عليكم يا أصفياء الله، يعني اختيار، الله اختار ذولا أن يكون أوداء. شنو الود؟ أواددك وتواددني، تزورني وأزورك، دز لي رسالة صباح الخير ودز لك صباح الخير. لا لا، شنو الود؟ الود ظل الضحى من أجلي. شوية عندنا أمهاتنا توصل هاي مرحلة المقام والود، أمهاتنا حتى هاي مرحلة الأمومة ماكو، الحنان الأم توصل فد شيء مادي للأم، ما واصلة 100% بس توصل. هاي اللي تبقى سهرانة، نوبات تجوع روحها، نوبات هاي النوم اللي بالشتاء الدافية وانت على مود تقوم تجيب لك المي، وهذا ذن فدير بالك على امك. شوف ذن بالأم اكو شيء لازم له من الود. لكن الود عند الحسين عند مسلم يضحي بروحه. شو يقول ابن عوسجة؟ شو يقول؟ لو قتلت ونشرت 70 مرة ما عوفك يا حسن. مو شو يسوون بيه؟ ما عوفك، ما يهمني، اتقطع وذرة وذرة. هذا الود وصل إلى مرحلة مسلم ابن عقيل عبر الود. شو وصل يا مرحلة؟ يسمونها مرحلة الفناء. من تسمع بالفناء معناته أنت متت. اليوم من نسمع فلان فنى معناته مات. لا لا، مو مات. كلمة الفناء ما تدل على الموت. الوفاء يمكن معناته نقول فلان توفى، معنى الوفاء ينتقل من عالم إلى عالم آخر، راح يستوفي حياته بعالم آخر. بس من أقول لك الإنسان فنى، لا ما فنى يعني مات، يعني موجود ويعني ما موجود، يعني موجود يعني ما موجود. شلون؟ يعني أنا شخصا موجود، العباس شخصا موجود، ولكن الفنى بيمن بالحسين ما صار له وجود، وجوده بيمن بمحبوبه بالحسين. هذا المقام وصل به مسلم ابن عقيل. ليش؟ لأن أحب علي بن أبي طالب بقلبه ولسانه ويده. شوف، وصل إلى مرحلة الفناء. مسلم ابن عقيل وصل إلى مرحلة الفناء. اللي ثبت هذا الفناء منه؟ اللي ثبت هذا الفناء بمقطع من قول الحسين سلام الله عليه في حق مسلم. ايش قال؟ إني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي، ثقتي، أمره أمري، قوله قولي، وفعله فعلي. يا اليوم من السفراء بما فيهم السفراء الأربعة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، عندهم هي الصلاحية مطلقة. أعلى سفراء الإمام ما عندهم هي الصلاحية مثل صلاحية مسلم. إذا كانت السفارة بمعنى هاي الصلاحيات للسفير، فمن باب أولى السامري وحسين بن الروح وسعيد بن عثمان تكون عندهم نفس الولاية، السلطة التكوينية والتشريعية، وأمرهم أمر الحجة. وهذا ما ممكن، وهذا ما ممكن. إذن معنى السفارة لمسلم ابن عقيل عبرت مقام السفارة، عبرت مقامه. من نقول سفير قليل مسلم، صار لنا 1400 سنة نقول مسلم ابن عقيل سفير الحسين، والخطيب يكتب ويحط العنوان سفير الحسين. شنو سفير الحسين؟ لا لا، أعلى من سفارة، مقام السفارة أعلى من لمسلم. لا لا، أكو أعلى بعد من السفارة. يقول شيخنا شنو نقول عليه؟ احنا ما نعرفه، بس مسلم العقيل سفير الحسين، دزاه سفير على مود يهيئ له الأمور ويحفرون له حفرة، ويوقع مسلم ابن عقيل ويقول هذا أول الغدر يا أهل الكوفة. مو هيك ولا؟ مو هاي احنا فاهمينها لولا؟ مو هسه ذاك اليوم يطلع الخطيب نفس الشيء ابن مسلم يسولف لنا هيك السوالف لولا؟ ونقول له عظم اهلك الاجر وطيب الله انفاسك، والله حاضرتنا خوش محاضره، صح لولا؟ مو انتقاصا قلت لك بدايه بحثه، قلت لك مو انتقاصا، ويراد لنا لا تحقيق. مو هي هاي القضيه لولا؟ وين ما نروح وين ما نقعد شو نقول؟ نقول اهل الكوفه هم اللي قتلوا الحسين ومسلم بن عقيل، صح لولا؟ هاي احنا هاي عندنا بداخلنا، زرعوها بداخلنا، مثل ما زرعوا الخوف من ثدي الامهات. قبل امنا اذا شوفنا نصلي تنزل للبيت تنهزم،
إذا صليت أنا بالبيت انهزمت أمه راحت زعلانة لأهلي، الجبيد الجدي يعني لأهلها. بويا ليش أنت زعلانة عجية؟ قلت لهم من عباس؟ يا أبا عباس خوش ولد، ايش بيه سطع على بنت الجيران مش هيك مش هيك. قال لهم لا والله أنا زعلانة لأن عباس قام يصلي. أسألك بالله بعد أنا ألزم التربة وأصلي إذا أمي تروح زعلانة؟ فزرعنا الخوف من ذاك الوقت. يموت تخاف أصلي ما تريد تنحرف، لأن إحنا قبل اللي يصلي يأخذونه يعدمونه، صح لو لا؟ فإحنا من نقول لك رضعنا الخوف من ثد أمهاتنا، فعلا كنا نخاف كنا، لأنه إعدام والشنق ويروح بالتيزاب لا اليوم إحنا ما نخاف. اليوم إحنا في زمن نتعارك على هذا المقام، بعد قبل نسولف نحب على بقلوبنا نخاف. وشوية تعلمنا لنا كم كلمة قمنا نناقش بعلي بن أبي طالب باللسان وقام يأخذونه ويعدمونه. لا هسه بعد مرحلة اليوم كفاح مسلح. اليوم أنا عندي سلاحي، اليوم عندي سلاح فكري، كون أتسلح. من يجيبون طار علي بن أبي طالب أعرف أسولف. من يجي اليوم على الفضائيات وينتقص هذول الشيعة شوف شلون طبخوا وشلون جابوا شلون سدوا الشوارع، يجينا واحد شيعي يقول له والله سدوا الشوارع، أنت تدور أجر وثواب وساد الشارع. شو تقول لا يقصد الشارع وسووا مجلس الحسين؟ لا يقلهم ولا موكب بنص الشارع والاسعاف شالت له واحد مريض وتخربط ومات بالاسعاف ويقول والله متت من موكب. ما اشوف يحتاج ثقافه. من باب نقول لا تحشون، من باب رادنا ثقافه حسيني. يصير احنا هاي الايام راح تجينا هسه نسد الشوارع ونفتر باعلامنا وولدنا والجهال ويانا والزناجين ونفتر، اكو ساحات. هسه هذا المجلس لو حاطينه بشارع السايدين 60 لا والله ما نقدر. ندى العالم 10 ايام قاطع الشارع عند العالم، لا مرة تطلع، لا طفل يمشي، لا سيارة تروح. يراد لنا ثقافة حسينية. أنا شنو فكرت من المجلس؟ أنشر فكر راح أطبر. هسه جائز مجاز، أنا مو فقيه، أطبر هي على عيني وراس أطبر. وأنت هاي إحنا هاي شعيرتنا معتقدين نضرب راسنا بالحيط نموت أرواحنا شلون ما كان. العارف الحسين مثل عابس يوم يقتل روح على الحسين وما يجاز الحسين، وصل للفناء. كان تمشيخنا مو تقول الفناء تموت روحك على مود الحسين، انا اطبر روح على مود الحسين. اي نعم طبر ماكو اشكال، بس مو انت تجي تفتر بالدربونه والنسوان تباوع عليك ومجرد دم وتمشي والله انا وكلونا حلقوم على مود يطيح الدم. يا مولانا مو هاي مو رساله هاي انقلها، هاي مو رساله انقلها. كل شيء له ترتيب. اطبر اعطي مثل للعالم بان هكذا ندفي الحسين بدمنا. احنا مستعدين نضحي. احنا هاي كنا مشروع استشهاد في سبيل الحسين، في سبيل الشيعة. مو معناته انا اطبر وافتر بالشارع من النوم للطخ دم. لا انقل صورة حلوة للتطبير. اتونس من اباوع على واحد يطبر، دمعتي تجري. اتذكر علي الاكبر، اتذكر عبد الله الرضيع شلون ذبح من الوريد للوريد، اتذكر دم الحسين شلون صار بالسماء. هي هيجي مو مطبر وملطخ دشداشة البيضة ولابس الجفن وافتر منها وطقطق. لا مو هيك، هاي مو ثقافة. قراد لنا ثقافة حسينية. مسلم بن عقيل وصل إلى مرحلة الفناء لأن حب علي بن أبي طالب، فترجم ذلك الحب على من؟ في ساحة القتال. ففنى مسلم ابن عقيل بمن؟ بالحسين. إذن بعد من نوصل إلى مرحلة السفارة أو نسميه مقام السفارة لمسلم، أكو أعلى. شيخنا جاوبنا شو نقول على مسلم؟ وهو تلو المعصوم. مسلم تلو المعصوم، بعد ثان المعصوم. نعبر عنها بالفقه شو يسمونها؟ يسمونها دائرة الاصطفاء الثانية. لا 14 المعصومين، 14 المعصومين انتهينا منهم، مفروغ من عصمتهم. اللي يجي يناقشك بعصمة 14 قل له ابوي اسكت، لأن العصمة انخلقت من نور محمد. أنا مو شرحت لك إياها أول يوم؟ صار عندنا شوية رباك. مو أول ما خلق نور نبيك يا جابر وخلق منه كل خير، اللوح العرش الكرسي الملائكة الطهارة العصمة إلى سولفت لك إياها لحد ما الله خلق 1124 نبي، حكيت لك إياها تفصيليا. إذن بعد من يقول له 14 أقول له أبويا لا، ذول العصمة انخلقت منه. واعلم يا موالي، ولا تسألني، واعلم يا موالي أقل وأدنى
مرتبة هي مرتبة الإمامة عند ال14. أقل مرتبة. هاي اللي العالم تعارك على مودنا، وشلون علي بن أبي طالب الإمام، وشلون نصب الله، وشلون إجت الحديث من النبي وقال بويا علي بن أبي طالب وصي من بعدي وإلى أقل مرتبة عند أهل البيت الإمامة. بعد حكي ما ينحكي عندهم. أعلى مرتبة مرتبة البيان، أعلى مرتبة. إذا مسلم من قال له أنت ثقتي أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي، مسلم بن عقيل أمره أمري فعله فعلي. يعني شنو؟ سفير؟ ها؟ لا تلوي المعصوم، يعني الطاس السلطة التكوينية والتشريعية. يعني مسلم إذا يأمر السماء تطيع له الأمر. مسلم إذا قال للسماء انقلبي تنقلب. هاي معنى السلطة التكوينية. التشريعية متشرع بكيف، خلي قائد يحذف قائد يودي ذاك يجيب هذا. فهمتني؟ بعد ما يرجع بأمر وين أبو عبد الله؟ شو تقول؟ أخلي مسلم العوسجة؟ شو تقول؟ أعتقل المختار؟ لا لا، أنت بعد أنا أعطيتك صلاحيات يا مسلم. أنت القائد الاستراتيجي علما لقضية كربلاء، أنت الممهد لقضية كربلاء، أنت الممهد علما لقضية واقعة الطف. واقعة الطف لا تقل شأنا عن بدر. يدزلها واحد ما يندل الدروب. ها شلون قائد هذا؟ الحسين يدز قائد ما يندل دروب الكوفة. زين شلون نقرب التاريخ؟ انت عمرك 20 سنة يا مسلم بن عقيل سلام الله عليك، وانت عاركت بمعركة البهسة في مصر. انت انولدت السنة 7 للهجرة، افتتح خيبر، يعني عمرك 53 على رواية، ورواية على 57. يعني قائد استراتيجي وعمرك كبير وداخل بالحروف. انت مسلم بن عقيل انت كنت قائد على الميمنة في معركة صفين مع الحسن والحسين. يدز للكوفة ما يندل. خبطت لك من ذاك المجلس شوي على مود ما أرض اللي وصاني، ما أكسر قلب. ها واضح؟ شلون الحسين يدز وما يندل؟ مسلم 6 سنوات عايش وين؟ بالكوفة. يندلها دربونة زقاق. شيخنا كان شلون اجت هو جل طوعة؟ يا طوعة عندها حب، يا حب علي بن أبي طالب. كانت جارية عند علي بن أبي طالب، وجارية عند الحسن، عتقها الإمام الحسن فتزوجها الأشعث بن قيس. طوعة مو مرة ما تندل. ووقف يقولها يا أمة الله إلي بشربة ماء أنا غريب. أنت منين؟ أنا بن عقيل ما أندل درب. لا أرجوك لا تأخذها من المسلسلات. لا كان قائد. من يقول قائد استراتيجي يعني قائد استراتيجي اللي بالجيش يعرف هاي المصطلح. أنا خاف مو قد معلوماتي بالعسكرية. يعني استراتيجي يعني يندل الطرق، الدرابين كلها يندلها، اللي يعرفوا منين يطوب ومن يا زقاق. لأن الحسين وصاه قال له يا مسلم عليك بكتمان الأمر. أطب سر واكتم الأمر. ليش؟ لأن أنا جاي أسقط دولة. مسلم العقيل جاي يفلش حكم. مسلم العقيل جاي يسوي انقلاب عسكري، يهيئ القاعدة، يطب الإمام الحسين يجي يقعد على كرسي العرش بالقصر الأمارة ويحكم. هيئ له الجيش. مو يجي مسلم بن عقيل يصلي بالمسجد ويضرب ركعة ويجي يمشتر بالكوفة ويقول له أبويا أنت تحب علي تعال وياي، أنت ما تريد علي روح. لا شلون يصلي بمسجد الكوفة والإمام الحسين قال له طب متخفيا اكتم الأمر يا مسلم. شلون طب هيك؟ يقول اجى متخفيا، دخل بيت المختار وانه متحول علما الى هاني بن عروه. قصه طويله. يقول شيخنا مو اجى صلى وخرب بيتي ولا واحد التفت ولا واحد وراه. شلون من السذاجه اكبر كذوبه هاي؟ يصلى بقصر الاماره، مسجد الكوفه قصر الاماره جنبا الى جنب. انا حكيت لك اياها العام، قلت لك انا اذا مطلوب بهذا القطاع اجي خلوني اقرا، مو يسلموا لي بالباب لان مطلوب وياهم ثار. انا مطلوب للدوله. شلون اجي اصلي بمسجد الكوفه وبصف قصر الاماره؟ صلوا على محمد وال محمد.
صار عندك واضح لو لا؟ بعد الخطيب من يصعد قال لي لا شيخنا أنت افتح لنا العبارة، ذول أطفال، يعني أنا كنت صغير وأسمع بأن مسلم العقيل وقع بالحفرة خرب بيتي. ها؟ حطوا له حفرة وصادوا مسلم ابن عقيل. الله أكبر، هذا ثقتي وأمري، وهذا اللي عنده مقام تلوي المعصوم اللي يقلب سالفه لها عاليها، ها؟ يطيحونه بحفرة؟ شلون تعقلها مولانا؟ أسس جيش مسلم، أسس جيش، ومعركة دامت 7 إلى 8 أيام ابن الورد ينقلها. كتيبة حبيب بن مظاهر، كتيبة مسلم بن عوسجة، كتيبة عبد الله الكندي أو عباس الكندي يسمونه، هاي اللي أعطت النفير العام وقاتلت مع مسلم. مسلم أرسل الكتائب الباكية أن وين تتلقى الحسين على صحراء الكوفة وعلى صحراء كربلاء، وكتيبة الكندي قاتلت مع مسلم، قاتلت مع مسلم قتال الأبطال. لذلك يقول علي بالرجال العدد والرجال، إلى أن استعان بيمن ابن زياد بالكتائب الرومية وإجت حاطت مسلم. مسلم أسر، مسلم ما أعطى إسلاحه وقال هذا أول الغدر يا أهل الكوفة، أنتم أهل الكوفة ما تقبلونها، كوفة يعني العراق، مو هذا أول الغدر يا أهل الكوفة. مولانا مسلم مرحلة الفناء وصل، يفدي بروحه، شلون يسلم سلاحه؟ شو حكينا بحثنا يروح بوش إذا يسلم سلاحه؟ بل أسر مسلم، أثخن بالجراحات، إبادة جماعية، أثخن بالجراحات، وخذوا مسلم إلى قصر الإمارة ندخل بالمصيبة. لذلك عندما يلتقي الإمام الحسين بذوله في بداية طريق الكوفة سألهم الإمام الحسين، قال لهم شلون شفت الكوفة مضطرب وضح شكو؟ قالوا له لقد رأينا مسلم بن عقيل وهان بن عروة وشيعتهما، هاي ما يقولها الخطيب، وشيعتهما يجران بالأسواق. سوى الإمام سلام الله عليه من سمع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد قضى نحبه مسلم، لقد قضى نحبه، وبقى علينا نحن على الأثر. من راح وين راح؟ للخيام، نادى زينب، أخي زينب، لبيك داعي الله، أخوي أبو علي شريف. قال علي بطفلة مسلم حميد. الله، شو تريد من حميدة؟ قال جيبي له حميد. يقول حميدة وين اجت؟ اجت قعدت بحضن ابوه ابو الحسين، مسح على راسه، على راسها مسح. البنية حست باوعت على الحسين، قالت له عم أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رأس الأيتام. الله، اي اليتيم يمسح راسه، اليتيم يمسح راسه. ليش؟ لأن تحت كل شعرة إلك قصر بالجنة. الله، هاي المسحة لليتيم. لذلك قال لها بني أنا أبوك وبناتي خواتك. وبعد البنية حست باليتيم.